اهلا بيكم. الفيديو ده للناس المنتسبين او المشتركين عندي في العضويه بتاعه القناه في الممبرشيب، الناس اللي عايزه تروح امريكا. في دلوقتي فرصه جات لك على طبق من ذهب انك تعرف تروح امريكا. هي زي منحه دراسيه انك بتروح تدرس AI هناك 4 سنين، وبعد كده بيلزموك انك على الاقل تشتغل بعد كده في الشركات الامريكيه. مش عارف بصراحه اذا كانت لازم تبقى في الحكومه الامريكيه، يعني شركات ليها علاقه بالحكومه الامريكيه، ولا ممكن تبقى شركات عاديه. انا مش عارف بصراحه، لسه الحقيقه دي لسه المعلومه دي هتاكد لكم منها، وبعد كده هقول لكم. ولكن هي مجانيه بنسبه 100%. المنحه دي بتقدم عليها بتبقى حاجه زي فيزا الF1 كده بالظبط، نفس الفكره. انت بس ما بتدفعش غير لما هم بيبعتوا لك كل حاجه، بيبعتوا لك استماره I-20 طبعا اللي هي I-20. انت بتملى البيانات وكده وبتقدم عليها، جالك الموافقه انت اللي بتحجز الطياره على ما اعتقد. مش عارف اذا كانوا هم اللي بيحجزوا لك الطياره ولا انت اللي بتحجز الطياره. بس لو هتحجز انت الطياره بتحجز وان واي، فبتبقى ثمنها ارخص. وزي ما بقول لك، الشرط اللي انا عارفه ان انت بعد ما تخلص الدراسه 4 سنين هناك، لازم ال4 سنين بتضطر ان انت تشتغل في الشركات الامريكيه، بتشتغل 10 سنين. هم بيتشرطوا عليك بكده يعني. ده من ضمن الشروط بتاعه المنحه دي. هي منحه دراسيه بتروح تدرس في مجال AI، لان انتوا عارفين هو ترامب عايز المجال ده جدا، يعني هو مهتم جدا بمجال AI ده قوي يعني. التليفون لقط على العربيه، معلش هرجع اكمل لكم. فهو مهتم جدا بمجال AI ده، فهو عايز الناس تروح علشان خاطر انتوا عارفين هو عايز يطور AI، عايز يعدي الصين، لان احنا عارفين طبعا الشركات الصينيه في AI معديه طبعا، فهو عايز بقى يعديهم. ف بيدور على انه يطور باي طريقه الجنريتورز بتاعه AI اللي عنده يعني. فهو من ضمن البعثات دي اي حد يقدر يقدم عليها. السن من 18 ل 45 سنه على ما اعتقد، لما شفت في كراسه الشروط السن من 18 سنه، يعني ما ينفعش تبقى 17، لا من 18 سنه فيما فوق. عندي 18 سنه عادي مفيش اي مشكله. تقدر ان انت تقدم وتروح. وهم هناك برضو مش عارف اذا كانوا هيدوك، اعتقد غالبا هيدوك سكن جامعي غالبا. عايز انت بقى تسكن مع نفسك، تقدر ان انت تسكن مع نفسك. طيب القبض هم طبعا المشكله بقى الخازوق فين يا علي؟ لا هقول لك دلوقتي الخازوق فين. الخازوق ان انت مش هيطلع لك تصريح عمل غير بعد ما تخلص ال4 سنين وتحصل على الشهاده، وبعد كده هم هيلزموك ان انت تشتغل في الشركات الامريكيه زي ما قلنا. ده بيبقى البند بتاع العقد، تشتغل عندهم 10 سنين على الاقل. طيب يا علي، انا ال4 سنين دول، طب بالنسبه لعلي لو انا ما قدرتش اكمل، مع جايز الفلوس اللي معايا تخلص، ما قدرتش اكمل لاي سبب، ما قدرتش اواصل، اعمل ايه؟ عايز ارجع تاني او عايز اوقف دراسه واعمل لجوء. اول حاجه مفيش لجوء، اللجوء بتاعك هيترفض. تاني حاجه، لو الخازوق التاني برضو اللي لازم تبقى عارفه، لو وقفت دراسه او ما كملتش لاي سبب من الاسباب، المنحه دي بتتشطب وبيتم طردك بره امريكا، زيك زي المهاجرين الغير شرعيين بالظبط. يعني هو كل ده بيبقى من ضمن البند اللي بيبعتوه لك ان انت توافق عليه، بيبقى فيه كل الكلام ده. فانت 4 سنين يعني انا اعتقد ان هو طبعا بيطلع لك، بيدوك حق العمل، ولكن بعدد ساعات معين، عدد ساعات مش عارف 40 ساعة باين في الاسبوع او حاجة زي كده. فمش عارف اذا كان ده هيسد ولا لا. طب هل انت لو جبت عربية تقدر ان انت تشتغل عليها حاجة كسايد جوب؟ انا مش عارف بصراحة. يعني الموضوع ده هقول لك ما تتسرعش وتقدم عليه الا لو اللوتري ما فتحتش، وهو غالبا كده اللوتري مش هيفتح. انا مش عايز اتشائم معاكم وكل حاجه، ولكن انا ببقى يعني واقعي شويه. فالسبب ده امتى؟ السبب ده هتقدم عليه امتى؟ والله لو انت بقى فعلا جايب اخرك في المكان اللي انت قاعد فيه ومش قادر تستحمل وعايز تهج باي طريقه، روح وان شاء الله ربنا هيحلها من عنده، وهتتفرج في وشك وهتلاقي الحل ان شاء الله. هو زي ما انا بقول لك، انا سمعت حوالي ان انت يعني جنب الدراسه بتاعه AI دي من حقك ان انت تشتغل في الاسبوع 42 ساعه تقريبا، حاجه كده يعني، حاجه كده عبيطه جدا يعني. فمش عارف بصراحه، مش عارف ال 42 ساعه دول هيكملوا ولا هيقدروا يعني يغطوا احتياجاتك ومصاريفك وكده، ولا انا عارفه ان هو يعني في الغالب هم بيدوك السكن اللي هو السكن الجامعي ده بيبقى على حسابهم هم. يعني المفروض كل ده برضه هنعرفه لسه اكتر، هم لسه منوهين على الموضوع ده. بس فانا حبيت ان انا اطلع واقول لكم كده. ولو عندك انت شهاده اصلا ليها علاقه بالاي اي، ولا واخد كورسات ولا حاجه، ده هيبقى احسن لك بكتير وهيسهل ان انت تتقبل في المنحه دي.
بس كده. يعني انا قلت اقولها لك، ده الفيديو ده للمشتركين بس في العضويه. حابب ان انا ايه اشكركم طبعا كلكم على الاشتراك وتقديركم ليا، فعشان كده ايه عملت لكم الفيديو ده عشان ابقى معاكم اول باول كده ايه في الابديتس، يعني الاحداث الجديده اول باول. بس لو في حاجه تانية بقى هقول لكم. ده ما تقدمش عليه، يعني هو طبعا اللوتري احسن، يعني لو اللوتري هيفتح لا قدم على اللوتري وسيبك من ده خالص. انما انا بتكلم لو الناس اللي فعلا مش قادره ان هي تستنى وعايز يروح النهارده قبل بكره، ده للناس اللي مهتميه يعني ان هي عايزه تروح امريكا. غير كده خلاص انت تمام. انا قلت اقول لكم بس يعني عشان ما تشوفش، لا هو الموضوع فيه خوازيق على فكره، يعني الموضوع فيه ريد فلاجز كتير قوي. زي اول حاجه قلت لك ان انت هتشتغل عدد ساعات معين، دي كارثه. لان ما اعرفش حسب هتشتغل ايه كمان، وهيدوك في الساعه كام، هيقبضوك في الساعه كام، هل ده هيغطي احتياجاتك؟ النهارده الاسعار في امريكا في كل حته في العالم بقت غاليه جدا يعني، فهل ده هيسد؟ النهارده عندك بعض الامريكان والشباب الامريكان اللي مولودين في امريكا اصلا بيشتغلوا النهارده شغلانتين وثلاثه علشان خاطر يقدر يحسن دخله وكده. فانت بشغلانه واحده هو هيبقى سامح لك بحوالي زي ما انا قلت لك كده عدد ساعات معين في الاسبوع. فمش عارف هيغير رايه بقى ولا ايه، بس هو برضو غالبا ده عايز ناس برضو ايه تيجي معاها فلوس. يعني احنا عارفين ترامب، راجع الفيديوهات بتاعتي اللي هي خاصه بترامب اللي انا عامل ليه ترامب بيكره العرب او ليه ترامب بيرحل المهاجرين. شوف الفيديوهين دول هتفهم وجهه نظره ايه. بس لو في اي جديد هطلع ابلغكم، ولو في اي حاجه اكتبها لي تحت في التعليقات انا هرد عليك اول باول، وهطلع اعمل لكم فيديو لو في اي حاجه. وان شاء الله يوم الخميس اللي جاي ده اللي هو مش عارف هيبقى يوم كام، هو تقريبا هيبقى اخر خميس في شهر 8 هنطلع لايف اشتراك للممبرشيب اللي هم الناس المشتركين في الممبرشيب يعني اللي هو انتوا. ونطلع بقى اي حد عنده اي سؤال ولا اي حاجه هقعد معاكم قعده حلوه كده. هتبقى بالليل طبعا، يوم الخميس بالليل بتوقيت مصر.